السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنا انا بوريكم ان انا عندي يا جماعة صواني والله لسه جديدة يعني من الطقم وكده. بس انا ايه استخدامي كله في الطاسات اللي هي ايه الكبيرة شوية دي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام كلها بألف خير. هنا بقى نبتدي ايه اكلتنا، اكلة بسيطة كده وكويسة يعني وما كلفتش كتير يعني. هنا انا معايا بصلتين، حطيت معلقتين سمنة. طبعا انا مش بحط سمنه كتير عشان خاطر هي اصلا اللحمه هتنزل يعني هتنزل وكده مش عارفه اسمها ايه يعني، ما علينا. فانا ما حطيتش سمنه كتير، وعملت عليها بصلتين كده حلوين وسط. وهنا حاطه مكرونه ميه وراه في الحله الكبيره دي، واحط فيها حبه ملح وايه اهو تمام. وهنا ايه هنعصج مع بعض اللحمه. هنا هشوح كده البصله لغايه لما ايه تبتدي ان هي تاخد لون. اهو نزلت باللحمه. هنا انا كنت جايبه نص مفروم. هنا احط معلش حبه فلفل واقلبها شويه كده. وبعد كده ايه ما تتفك من بعضها، لان انا كنت على خلاص في الاخر المغرب هيأذن وانا كانت راحت عليا نومه. فقمت بقى اجري كده اهو حبه ملح واعصج ايه اللحمه. هبشر عليها ايه طماطميه. كانت اختي يعني قايله لي عليها وكده، عجبتني. انا على طول بعمل البشاميل عامه بالفراخ، احنا مش بنحبها باللحمه. فهنا بقى قلت تغيير، والصراحه ايه كان موجود عندي اللحمه. فطلعتها وعملت على طول، يعني عملتها على طول. هنا بعد ما عصقت اللحمه بتاعتي، حطيت بقى ايه عشان نعمل البشاميل. انا هحط ايه 3 معالق سمنه، واحط حبة زيت صغيرين. تمام. هعمل ايه البشاميل. وحطيت 4 معالق دقيق، واقلبهم كده مع بعض ايه عشان ايدك بس على طول في البشاميل ما تسيبوش عشان هيتحرق من تحت. او زي ما انا بعمل كده. وهننزل ايه بعد ما تتحمر كده شوية، بعد يعني ايه ما تاخد لون. هننزل عليها باللبن. انا كان عندي ايه لبن، كان عندي كيلو الا ربع. وكملت الصراحة كملت بمية. انا اول مره طبعا ان انا اجيب اللبن احطه على طول على البتاعه دي بتاعه اللبن يعني. بس ايه اللي هي في اللبانه يعني في الحله. انا كنت بغليه الاول، بس الصراحه خلاص ما فيش وقت. حطيت مكعب ماجي. هي اصلا الخلطه السريعه اللي هي البودر بتاع البشاميل، خلطه البشاميل بيبقى فيها ماجي. حطيت مكعب ماجي وحطيت فلفل وحطيت حبه ملح. وايه وهقعد اقلب كده لغايه السمك اللي انا ايه حباه. هنا خلاص انا خلصته. هاجي بقى ايه هنا بوريكم الرول ده ان انا كنت جايباه اصلا من رمضان، من اول رمضان قصدي، عشان خاطر ايه اركبه، والحمد لله لسه ما ركبتهوش. هنا هحط ايه يعني جزء من البشاميل على المكرونه، ونقلبه كويس كده مع بعضيهم. وايه وبعد كده ايه هبص الحته دي جميله يا جماعه، ان انت تحطي جزء من الخليط بتاعك، اذا كان فراخ اذا كان لحمه. حطيه كده مع المكرونه وقلبيه، هيبقى كله مفيش كده ما فيهاش ايه مكرونه ساده، كله هتبقى فيها لحمه او فيها الفراخ. واحط كده جزء طبعا من المكرونه. مش بعلمكم يا جماعه، انا اللي يعرفها ادينا بنعمل مع بعض، بندي بعض افكار، واللي ما يعرفهاش ادي ايه يتعلمها. هي بسيطه جدا. هنا طبعا كان عندي زي ما قلت لكم نص مفروم. انا عندي مروان ابني، هننزل اهو ببقيه المفروم وهنوزعه. عندي مروان ابني لما بعمل اللحمه اللي هي قطع وكده، هو ما بياكلش اللحمه. فبعمل له ايه بقى، بعمل له كوبيبه اللي هي كفته يعني. فاخدت من النص جزء عملت بيه كفته لمروان، وطبعا اخواته بشباط وكده، فعملت لمروان ومحمد وايسن. وبعد كده ايه اخدت بقيه الباقي اللي كان موجود عندي بقى، رحت عامله بيه البشاميل. هنا والله يا جماعه يعني بصوا، انا عقبال ما اخلصها معاكم هتلاقوا المغرب بيأذن. هنا انا حطيت بقيت جزء المكرونه من فوق وكده وبسويها. وبعد كده ايه هننزل بالبشاميل. بص انا ما كنتش حابه الصراحه ان انا ايه كل شويه اقول وكده يعني، وخلاص انا قلت مش هقول لكم تاني. بس يعني ايه ما تنسوش اللايك والشير، ويعني ايه وفعلوا زرار الجرس لكل اللي حابب يعني ان هو يحط اللايك او يشترك في القناه.
شكرا جدا على كل اللي بيدعمني، وشكرا جدا على اللي بيتفرج على الفيديوهات الاخر. ربنا يا رب يبارك في عمركم وصحتكم، وان شاء الله ربنا يكرمكم من حيث لا تعلمون. هنا انا خلاص سويتها كده ودخلتها الفرن اهي طلعت. جزء الصراحه اتحمر قوي، وده احب على قلب مروان ابني. زي ما انتم عارفين بقول لكم بيحب الحاجات زي مامته متحمره. هنا نزلت بالموتزاريلا في جزء اللي احنا ممكن ناكله، لكن مروان ما بياكلش الموتزاريلا. حطيت في جزء وجزء لا. هنا خلاص هي طلعت معايا. هنا بصب التمر. انا جايبه يا جماعه قمر الدين، بس انا عندي علاقه اولادي بقمر الدين ان هما بياكلوه مش بيتبل. هما بياكلوا اللفه بيفكوها وياخدوا كل واحد حته وياكلوه. هنا جبت بقى النهارده قمر الدين قمر قمر ايه جبت اسمه ايه ده اللي انا لسه قايلاه. بوريكم ان انا السنه اهو المغرب بيأذن، انا هفطر بالتمره. حطيت التمر. ودلوقتي ايه هنقطع مع بعض المكرونه. هي طبعا بصوا يا جماعه بوريكم المطه وكده، هي سخنه مولعه. طبعا اسمها الجبنه ما توزعتش حلو لان ايه كانت متلجه، وانا كنت بقطع منها وكده عشان خاطر ايه احطها على المكرونه. فهي بس طلعت والله طلعت جميله. والجبنه مديها طعم التست وكده. انا الصراحه بحبها من غير الجبنه، بس انا يعني انا المره دي اكلتها بالجبنه وكده عشان اكلتها مع ابو مروان. هو بياكلها بس يا حبيبه قلبي، فاكلتها معاه بالجبنه. لكن انا لو لوحدي مش هحط عليها اصلا يعني. بس هي بتديها طعم يعني. بس انا حبيتها كده. ده طبق مروان ابني طبعا. عشان خاطر المحروق ده طبعا تعرفوا مروان بنبقى جايبين العيش طازه. والله العظيم والله العظيم بياخدوا ويحطوا على البوتاجاز عشان يديله برضو ايه كده، اما كده ما ياكلوهوش. ده طبق ايسل. وايه معلش يا كام مفيش طبق. وهنا انا قلت لكم باي باي. انا خلصت ايه طبعا المكرونه. طبعا انا المواعين دي يا جماعه كنت وانا واقفه بعد ما حطيت المكرونه في الفرن وانا واقفه كده بقت ايه اصبن المواعين اللي هي بتطلع من الاكل وكده. يعني المواعين دي اصلا قبل ما اخلص المكرونه يعني وانا واقفه حطيت المكرونه في الفرن. بس انا طبعا جبتها لكم ايه بعد المكرونه عشان احنا ايه نكمل اكلتنا كلها على بعضها وبعد كده نشوف مواعيننا. لكن انا طول ما انا واقفه بمسك المواعين كده اللي بتطلع واصبنها. ما كانش غير الاكله كانت الحله اللي هي فيها شوربه اللحمه دي، هي دي اللي كانت بره الاكله بتاعتنا. وطبعا الاكله انا بعد ما عملتها وحطيتها حطيت معاها ليمون مخلل من اللي انا عاملاه بايدي. كان اول مره الصراحه اعمل ليمون اللي هو بعصفر دوت. بس والله العظيم طلع جميل. لو سمحت يا ايسي بس. وهنا انا طبعا كالمعتاد يا جماعه كالمعتاد اولادي اول ما اقول ان انا هسجل صوت ما شاء الله يعني زي ما انتم سامعين كده. معلش انا اسفه جدا على صوت الاولاد، بس ايه يعني معذره مش عارفه اسيبهم فين يعني على ما اسجل الصوت. انا قلت اسجل الصوت مروان ايه دخل لي كيان. فكيان بقى انا بكلمكم وهي ايه عماله تشد في الهاند فري. هنا قلنا بقى نصبن المواعين بالمره يعني ايه اخدها كده اول باول. وانا مش عارفه الحوض كل ما اسلكه معرفش يتسد ليه تاني. يعني عملته بالبتاع اللي هي بتاعه الحوض دي وعملته بايدي كذا مره وبرضه يتسد تاني. يعني سبحان الله. مش عارفه عمين يا راشا قصدي عمين عمين. يا رب ان شاء الله يا رب تتفرجي على الفيديو. الحب بتاعك ما بيتسدش يا شرهان من مره واحده بيجري على طول اهو اتسد يا اختي مش عايز يتسلك. حبيبتي حبيبتي انا طبعا بهزر يا جماعه. احنا يعني احنا كده اسفه يا جماعه. انا متعودين ان انا عليا انا بهزر يعني في اي حاجه الصراحه يعني بهزر. معلش طبعا ان انا قطع راسي. يعني انا كان الوقت خلاص المغرب. الطرحه طبعا اتفكت معرفتش اظبطها والكلام ده كله فلقيت شعري باين. فاكتفيت الحمد لله بجزء مني باين يعني. لو طول اشيله كله كنت شيلته بس ما منفعش. يا رب الفيديو يعجبكم و
يا ريت اللي عنده فكرة ان انا ممكن اعملها وكده. انا ان شاء الله باذن الله هنزل بالحاجات اللي انتوا بتحبوها. انا هعمل سكتشات باذن الله ان شاء الله، بس من غير مقاطعة يعني. بس ان شاء الله، بس ايه يعني، حبة كده بدرب نفسي حبة حبة. وان شاء الله انا بيكم هوصل، وربنا يبارك في عمركم يا رب، ويفرحكم باولادكم. وربنا معانا بقى عشان الامتحانات بقى بتاعت الاولاد ان شاء الله بكره، عشان انا ابني في الجامعه يا جماعه. انا ابني في سنه رابعه، وسنه رابعه دي بالنسبه لنا بقى خلاص الكليه. عيالنا في الجامعه. ربنا ينجحهم ويفرحنا بيهم يا رب. هنا احنا خلاص، انا قربت خلاص كده ان انا خلاص كده بشطب على المواعين. بس والله يا جماعة جربوا ان انتوا طول ما انتوا واقفين بتعملوا اكلكم، اعملوا ايه المواعين، والله هترتاحوا بعد كده خالص، يعني هترتاحوا. هنا على فكرة يا جماعة انا عندي ستورة تحت الحوض، بس كل ما احطها تقع. كان ابو مروان عاملها لي، جيت انا طبعا فكيتها عشان خاطر ايه اغسلها. بعد ما فكيتها مش عارفة احطها تاني، عمالة تقع. وانا حاطه تحت الحوض كان عندي، يعني انا عندي بياض وكده، المفترض ان انا كنت هبيض، بس انا مش عارفه الصراحه، يعني انا احتمال ان انا امشي، فما بيضتش يعني، فسبته يعني تحت الحوض وكده. اهو حله المكرونه اهي. ف يا ربنا يا رب يعمل الاصلح يعني. انا هنا معايا يا جماعه السلكه الخشنه دي اللي هي مدوره دي انا حطاها على طول في الحوض كده. الحاجات اللي بتلزق بعمل بيها، هي جميله جدا يا جماعه. بس يا حبيبتي جميله جدا. الحاجات اللي هي بتلزق وكده بطلعها بيها، وبعد كده اكمل مواعيني عادي بالليفه. بالليفه اللي هي دي يعني اللي انا بستخدمها. شاطر يا شوشو شاطر. حطي لايك او براحتك، مش عايز تحطي ما تحطيش يعني. واشتركي في القناه وبراحتك برضو، عايزه تشتركي براحتك، مش عايزه تشتركي براحتك. انتوا كل اللي بيخش على راسي من فوق وبتشرفوني وتنوروني، وربنا ما يحرمنيش منكم ولا من كل اللي بيشجعني يا رب، ان شاء الله باذن الله. انا عامله لكم برضو ان شاء الله فيديوهات حلوه يا جماعه للمشتريات اللي هي الصيفي ولبس العيد وكده، لان انا طبعا انا حاليا في المسبك، فجايبه لكم اسعار جمله جمله، يعني جمله الجمله، وهيدوكوا قطاعي كمان، وهيعملوا لكم خصم عشان خاطري الكل اللي هيقول ان هو تبعي ان شاء الله. هنا الازايز دي جميله يا جماعه، انا قلت برضو انا هوريها لكم دلوقتي. دي ازايز صحيه وجميله. بص عامله ازاي، تلفيها يعني. انا هوريها لكم في الخضرة دلوقتي، انا جبتها للاولاد، جميله جدا. تلفيها كده الناحيه التانية، البوز ده بيطلع يشربوا منه، وتقفليها تاني اهي. بص انا هوريها لكم. بحبكم جدا يا احسن ناس في الدنيا، وما تنسوش اللايك وتدعموني، وبحبكم جدا. اسيبكم على خير وفي رعايه الله. السلام عليكم.